أهلا بيكم. عشان تبدأ إنك أنت تعمل لنفسك premium position في السوق بتاعك، وتبدأ إنك أنت تبقى تعلي في الأسعار بتاعتك، لازم تبقى فاهم نقطة مهمة جدا، إن الموضوع ملوش علاقة بالحجم الفريق ولا بسنين الخبرة ولا بالبورتفوليو بتاعك. الموضوع هو 3 حاجات بالعدد، هنشرحهم حاجة حاجة طبعا بالتفصيل في السلايدز اللي جاية، بس هما أولا الوضوح، تاني حاجة الثقة، وتالت حاجة التركيز. هنشرح واحدة واحدة، بس في البداية نفهم أول حاجة ليه السيرفيس بروفايدرز ما بيعرفوش إن هم ياخدوا بريميوم برايس أو يتشارج بريميوم برايس، أو إن هم يحاسبوا العميل أو ياخدوا من العميل مبالغ كويسة. أول حاجة عشان سببين. السبب الأولاني إن ال ROI أو ال Return on Investment مش واضح، بمعنى إنك أنت ممكن تروح للعميل تقول له الأوفر بتاعك، يقول لك طب هو ده ليه غالي؟ ليه؟ عشان أنت ما قلتلوش غير إيه هو اللي هياخده، ما قلتلوش الاوتكم، ما قلتلوش الريتيرن اون انفستمنت، انت مش واضح في الاوتكم اللي هو هياخده. انت بتروح تقول له هعمل لك ماركتنج استراتيجي، ده الاوفر بتاعك، حلوه جدا، بس هو العميل اللي عايز يفهم يعني ايه، ما يفهمش يعني ايه ماركتنج استراتيجي. لازم اتكلم بلغته هو، اللي هي لغه الارقام او لغه العائد على الاستثمار. تاني حاجه اللي هي الامبلمنتيشن جاب، اللي هي ايه؟ انت ممكن تبص على المشاكل بتاعه العملاء بتاعتك وتقدر ان انت تحلها، بس في نفس الوقت انت لو جيت بصيت على المشاكل بتاعتك هتلاقي نفسك واقف مش عارف تحلها زي ما بتحل مشاكل العملاء. طب الموضوع ده عشان يتحل اول حاجة انك انت تعمل سيستم. السيستم ده بيعمل نتائج للعملاء بتاعتك، مش بس رؤية. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتقدر تنصح العميل مثلا ان هو يعمل فانلز، يعمل فولو اب، بس انت ما عندكش السيستم اللي يقول له والله المفروض ان انت تعمل 1 2 3، فبالتالي هتلاقي نفسك انك انت وصلت للنتيجة اللي انت عايزها. ده بيخليك ما تقدرش تطلب منه مبالغ كبيره، لان انت في الاول والاخر بتتكلم عن انسايتس، بتتكلم عن رؤيه، عن استراتيجي زي ما قلنا، ما بتتكلمش عن ريزلتس. فهي دي الفكره الاساسيه، ان انت بتقدرش تتشارج بريميوم برايسز او بتقدرش تاخد بريميوم برايسز عشان انت ما عندكش النقطتين دول، اللي هم الخاصين بما يعني بالمختصر المفيد خاصين بالعائد على الاستثمار. هو عايز يتكلم نتائج. تاني حاجة أو من المشاكل اللي بتخليك ما تشتغلش أو ما تاخدش بريميوم برايسز، إنك أنت بتخاف إنك أنت تتشارج أو إنك أنت تاخد فلوس أكتر، تحاسب العميل أكتر. بتقول مثلا إن أنا لما يبقى عندي تستمونيالز كتير، بتقول في نفسك، يعني هتلاقي نفسك بتقول حاجة من الحاجات دي أكيد يعني عدت عليك، إن أنا لما أشتغل كام سنة كده هبدأ إن أنا بقى عندي بورتفوليو، هبدأ إن أنا أرفع الأسعار بتاعتي لما أشتغل مع بيجر كلاينتس أو أشتغل مع ناس كبيرة، أسامي كبيرة في شركات كبيرة في الاندستري بتاعتي، هبتدي إن أنا اخد البريميوم برايسز. طيب الكلام ده كله مش صح. ليه الكلام ده كله مش صح؟ لان العميل ما بيدفعش على سنين الخبره، العميل بيدفع على الاوتكم اللي هياخده منك او القيمه اللي انت هتديها له. هي دي الشيء الوحيد اللي العميل بيدفع عليه. ما بيدفعش على سنين الخبره، ما بيدفعش على الفلاشي ويب سايتس، ما بيدفعش على الحاجات اللي احنا بنشوفها حوالينا دي كلها، لا ما بيدفعش عليها. هو بيدفع بس على ان انا اقول له والله انا هعمل لك 1 2 3، فبالتالي هو انت بتتكلم معاه ارقام، بتتكلم معاه عائد على الاستثمار، فبيبدأ ان هو يفهمك. طب ايه هو البريميوم بوزيشننج او التمركز المتميز او التموضع المتميز، سميها زي ما تسميها؟ هي الفكرة ان هي بتتكون من 3 حاجات زي ما قلنا. اول حاجة الكلاريتي او الوضوح. الوضوح مهم جدا، ان انت تبقى واضح في ان انت تقول للعميل ايه هي المشكلة اللي انت بتحلها وازاي هتحلها. ما تخلوش يفكر، انت تقول له انا بعمل كذا على طول، هو مباشرة يقدر يفهم ان انت بتعمل الشغلانة دي او بتعمل الحاجة دي او هتحل له المشكلة دي. تاني حاجة ان انت يبقى عندك ثقة في انك انت تطلب منه الفلوس. يعني ما يبقاش مثلا ان هو انا اعتقد ان احنا لازم مثلا نعملها بالشكل الفلاني، او معلش انا هاخد منك كذا، معلش انا عارف ان هو كتير، بس يعني انا ممكن اعمل لك ديسكاونت. كل الحاجات دي ما فيهاش كونفيدنس، كل الكلام ده ما فيهوش كونفيدنس. كونفيدنس ان انا باخد $1000 على الشغل عشان اعمل 1 2 3. ده انا وضحت له انا هعمل ايه، وضحت له احل مشكلته ازاي، وتاني حاجه في ثقه في ان انا طلبت الفلوس، وتالت حاجه ودي المهمه جدا برضو، اللي هي السبيسيفيسيتي او الفوكس. ان انا اختار ماركت يكون نارو، يعني ماركت يكون محدد جدا، فبالتالي ان انا اقدر اطلب اسعار كويسه، اطلب مبالغ كويسه، لان انا الاوفر بتاعي هبيعه للماركت ده اللي هو الصغير. فبالتالي مش يعني لما يجوا يدوروا على حد، هو ده عبد الرحمن ده بتاع الجزئيه الفلانيه
اللي بيبيع للناس الفلانية، بيبيع للشركات الفلانية، فبالتالي أنا بابقى معروف في الماركت ده، وباخد سعر عالي لأن أنا ما باشتغلش غير مع الماركت ده. طيب إزاي إن أنا أحط نفسي في بوزيشن كويس من غير بقى سنين الخبرة، من غير الفلاشي ويب سايتس، من غير البراندنج الغالي، الكلام ده كله؟ هم 4 خطوات هنشرحهم خطوة خطوة. أول حاجة اللي هي زي ما قلنا بيع مخرج واضح، بيع اوتكم، ما تبيعش تايم، ما تبيعش تاسكس. يعني معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان انت الفرق ما بين البياعين وما بين الخبراء اللي بيبيعوا خدمات بقى ببريميوم برايسز، ان هو ما بيروحش يقول انا هعمل لك ماركتنج استراتيجي. لا، انا هعمل لك سيستم، زي ما قلنا قبل كده ان احنا المفروض نعمل سيستم يبقى في قابل للتطبيق. انا هعمل لك سيستم يجيب لك كواليفايد ليدز في الشهر بدون اعلانات. طبعا انت بتحدد هنا مثلا تقول له مثلا 20، مثلا 20 او بلس 20 مثلا، وتقول له ان انا بجيب لك مثلا ليدز، حوالي 20 ليدز في الشهر بدون اعلانات. هنا الاوتكم هو اللي بيبيع. هو هنا انت بتبيع له الاوتكم على السيستم بتاعك او على الماركتنج استراتيجي بتاعتك. ما بتبيعلوش ماركتنج استراتيجي، انت بتبيع حاجه اسمها ترانسفورميشن. ترانسفورميشن اللي العميل بيدور عليه، هو داخل عايز كلاينتس، عايز ليدز، عايز ناس تيجي تشتري منه، عايز مبيعات زياده، فاحنا بنبيع له الاوتكم. تاني حاجة إن إحنا يبقى عندنا structure عشان يبدأ يقول للعميل إحنا هنعمل له إيه. طب إيه الstructure ده؟ الstructure ده إن هو بيزيل الغموض عن الموضوع بالكامل. يعني إيه؟ يعني العميل بيقول لك بكل بساطة أنا بعد ما أدفع لك الفلوس أنت هتعمل إيه؟ يلا قول لي أنا هعمل 1 2 3. طب الموضوع ده بيتحل إزاي؟ زي ما قلنا، أول حاجة إن أنت بتعمل الأوفر بتاعك على مراحل. اول حاجه خالص ان انت بتعمل الاوفر بتاعك على مراحل اللي هي اسمها رحله العميل. بعد كده بتحدد المدخلات والمخرجات، انت عايز منه ايه وهتدي له ايه. تمام. وبعد كده بتعمل حاجه اسمها بروتكشن على السكوب كريب. يعني ايه بروتكشن على السكوب كريب؟ يعني احنا مثلا دلوقتي دخلنا في مرحله ان احنا اشتغلنا، العميل جه بعد ما خلصت الشغل بتاعي وعرفت الانبوتس والاوتبوتس وخلصت الفيزز كلها، فالعميل بيقول لي والله احنا عايزين نعمل كذا كذا كذا. اقول له والله ده انا المفروض ما كنتش اقول لك اعمل كذا، المفروض ان انا ما كانش في السكوب بتاعنا، ما كانش في العقد بتاعنا، في الكونتراكت بتاعنا. فبالنسبه لي دي حاجه اسمها سكوب كريب. يعني ايه سكوب كريب؟ يعني ان انت العميل بيجي يطلب منك حاجات ما كانتش موجوده، فبالتالي بتحصل مشكله بالنسبه لك ان الشغل بيبقى كتير عليك، بس في نفس الوقت انت دلوقتي بقيت فيندور، بقيت بياع، ما بقيتش خبير. فبالتالي لازم تبقى محافظ على النقطة دي، انك انت تعمل الثلاث مراحل دول. اول حاجة تقسمها لثلاث مراحل، او تقسم الاوفر بتاعك لمراحل، تحدد المدخلات والمخرجات، وتخلي بالك من السكوب كريم. تالت حاجة وان انت تستخدم التسعير كفلتر مش كأداة اقناع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت اول حاجة ان انت تسعر بثقة زي ما قلنا، تقول ده سعري، ما تتفاوضش عليه، ما تديش ديسكاونتس، ما تقولش والله ده ممكن ده كذا، ما تتفاوضش على السعر بتاعك خالص. تاني حاجة اللي هي ما تتفاوضش على السعر بتاعك، ما تديش ديسكاونتس. وبالتالي هي دي النتيجة، هتبقى في حاجة اسمها اللي هي البيتر كونفرجنز، اللي انت او بيتر كونفرزيشنز، اللي هي هتبقى الناس اللي جايه لك ما بتسالش هو ليه ده غالي، هي بتسال هو ده مناسب ليا. وهو ده السؤال للناس اللي بتساله للخبير، هو ده مناسب ليا، ما بيسالش على السعر. طيب رابع حاجه واخر حاجه ان انت لازم يبقى عندك حاجه اسمها فاست وينز. بمعنى ايه؟ مفيش حاجه اسرع من ان هي تبني ثقه ما بينك وبين العميل اسرع من الفاست وين. يعني ايه الفاست وين؟ يعني انت دلوقتي مثلا دخلت على العميل وقلت له والله احنا هنشتغل مع بعض، حلو جدا. طب يعني اول نتيجه ممكن تطلع كمان قد ايه؟ كمان 30 يوم. كده العميل لو شاف نتيجه كمان 30 يوم هيبتدي يحس ان هو ان انت الكريديبيلتي بتاعتك عاليه، او الاثوريتي بتاعتك عاليه، او ان انت اثق فيك ان انا اكمل معاك. فبالتالي مهم جدا انك انت تاكد على نقطه انك انت يبقى عندك فاست وين، بحيث ان انت تقدر انك توصل العميل ان انا اعمل لك نتائج باسرع وقت ممكن. بمعنى ان انا ما اقولوش مثلا هعمل لك حاجه اسمها بزنس ترانسفورميشن، يعني ما اروحش اقول له ان انا هعمل لك اس سي او. طب ما الاس سي او ده يا عم الحاج هيقعد معايا 3 4 سنين عشان اشوف نتائج. لا، انا اقول له مثلا ان انا هجيب لك في الشهر ده 15 كواليفايد ليدز، او في الثلاث شهور دول هتاخد مني 15 كواليفايد ليدز. دي بالنسبه لك، او انك انت هتسيف من الوقت بتاعك يعني 5 ساعات الشهر ده. دي حاجه مثلا من اللي هي الاوت كام اللي انا المفروض ابيعها. زي ما احنا شايفين انا ببيع اوت كام اهو.
فبالتالي لمّا آجي أقول له كمان أضيف عليها وقت اللي هي السرعة، الcredibility بتزيد عند العميل. مهم جدًا إن إحنا نفهم إن الpositioning أو الpremium positioning ما بيجيش بعد السعر. يعني إيه؟ يعني الpositioning هو اللي بيخلق القوة التسعير عندي، مش العكس. يعني أنا لازم أبقى الposition بتاعي كويس قدّام العميل عشان أبدأ أسعّر كويس، مش أبقى سعري كويس فيبقى الposition بتاعي كويس. وزي ما قُلنا، إحنا زي ما قُلنا مش هتحصل إن أنت الposition بتاعك يبقى كويس بدون التسعير الكويس. لأ، أنت التسعير بتاعك لازم يبقى كويس، لازم يبقى premium من أول يوم، بس في نفس الوقت تكون قد المسؤولية إنك توصّل الوعد اللي وعدته بيه. فبالتالي الpositioning بتاعك هيعلى، يطلع في السما بمجرد ما أنت سعّرت بالسعر ده. ليه؟ لإن هو بيشوف إن أنت والله ده سعره يعني ده سعره غالي، لأ ده شكله بيقدّم محتوى أو منتج كويس جدًا، فبالتالي بيبدأ إن هو يثق فيك. بس طبعًا لازم تكون عامل positioning ككُل بقى، اللي هو إن أنت أول حاجة بتعمل الclear outcomes زي ما قُلنا، بتبيع قيمة هي القيمة واضحة كمان. الdelivery بتاعك يبقى مضبوط، تبقى عامل رحلة كويسة جدًا للعميل، إن هو تقول له والله بعد ما أنت تدفع هنعمل 1، 2، 3، 4، ويكون عندك confident pricing. والله ده السعر بتاعي، لأ أنا مش هانزّل، لأ أنا مش هاعمل discounts، لأ هو ده سعري، لأ أنا مش ما أقولش أنا آسف، ما أقولش معلش، ما أقولش حقك عليّا، الكلام ده كله. لازم يبقى في عندي ثقة في التسعير. وآخر حاجة زي ما قُلنا اللي هي المكسب السريع. يعني أول ما آجي أعمل العقد أقول له والله، أو مش أمّا باعمل العقد وأنا باعمل structure للoffer بتاعي، أبقى عامل فيه حاجة اسمها إيه، اللي هي الfast win. يعني إن هو مثلًا من أول شهر ممكن تشوف qualified leads داخلين عليك على الsystem بتاعك. فبالتالي أنت هنا سعّرت نَفْسك كويس، وحطّيت نَفْسك في مكانة كويسة، فالعميل مش هيسأل بقى يقعد يقول لك ده غالي، ده مش عارف إيه، لأ أنت حطّيت نَفْسك في مكانة كويسة. فبالتالي العميل مش هيسأل على الأسعار، هو هيسألك بس إمتى نبدأ. ده كان بالنسبة لفيديو الpositioning. مهم جدًا ولازم تنفّذه وتطبّقه على الbusiness بتاعك عشان يبقى ليك premium positioning وتقدر تاخد premium pricing من العملا. أتمنى تكونوا استفدتوا إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.